بين هذه القبائل قبائل بني ورياغل وتمسمان وبني توزين وباقي قبائل الريف وقبائل الجبال، وسماها بعد ذلك بمجلس القبائل. وبعد انسحاب قوات الجيش الإسباني لمليليا، استطاع محمد بن عبد الكريم الخطابي السيطرة على أجزاء كبيرة من شمال المغرب بعد طرد الاحتلال الإسباني. وفي 18 سبتمبر عام 1921 تم تأسيس جمهورية الريف تحت قيادة الأمير الخطابي، اللي دعا القبائل المقاومة للاحتلال الإسباني للاجتماع والوحدة في نظام سياسي موحد، كما قام بتوحيد المقاتلين تحت الجيش النظامي موحد بمشاته ومدفعيته. ورغم الاعتراف بعض الدول بجمهورية الأمير الخطابي إلا أنه فشل بعد مؤتمر وجدة. تشكل تحالف دولي بين إسبانيا وفرنسا، حيث أعلنت الحرب على جمهورية الريف، بالإضافة إلى الاستعانة بالجنود والمرتزقة من شمال إفريقيا، حيث شنت فرنسا وإسبانيا والجيش من المرتزقة تحت قيادة المارشال الريفي أمزيان، اللي كان على دراية بجغرافية المنطقة وتكتيكات العسكرية للقبائل الريفية بحكم انتمائه لها. كنته من أداء دور حاسم